حتى مصدقا سيادة. ليس خطأك يا بطرس، ولكنه أحد تلاميذه. أريوس هو من فعل بي هذا. هذا فعل أريوس حتى مصدقا سيادة. إن أريوس يريد أن يفصلني عن أبي. كنت أظن أنها أفكار معبدة، لم أكن أتكلم الأمر بهذه الخطورة. نعم يا بطرس، الأمر خطر، وستعاني الكنيسة كثيرا من هذه الأفكار. ماذا أفعل يا سيدي؟ الحرمانية، حرمان أريوس وحرمان أفكاره وبدعته من الانتشار. حرمان أريوس وحرمان أفكاره وبدعته من الانتشار. سيدنا البابا، سيدنا البابا، سيدنا البابا. حلو ده. ألكسندروس، أرشلاوس، ماذا حدث يا سيدي؟ هل أنت الخير؟ نعم أنا الخير. لقد رأيت السيد المسيح، كانت رؤية عظيمة. سيدنا البابا بطرس، هل كانت رؤية حقيقية أم بعد التأملات جلبت لك بعض من الخيال؟ لا، كانت رؤية حقيقية. هو رب الملك. وماذا رأيت يا سيدي؟ رأيت السيد المسيح بثياب ممزقة. عندما سألته من فعل بك هذا، قال إن أريوس هو من فعل بهذا. لم يكن حلم. لم يكن حلم، لم يكن حلم، كانت حقيقة. وبالثياب هو ممزقة. لم يكن الأمر حلم أو خيال. وقال لي بعبارات صريحة أن أريوس هو من فعل بهذا. مزق ثوبي ويريد أن يفصلني عن أبي. أخبروني، ماذا أفعل؟ قد صدق بطرك الكنيسة ويحق لك كل القرارات. لم يعد لي فرصة في اختيار القرار. لقد أمر رب الملك حرمان أريوس. إذن فليتم كما قال رب الملك، الحرمانية. برافو بولا، برافو يا شريف. وتم حرمان أريوس في عهد البابا بطرس خاتم الشهداء. وبعد استشهاد البابا تولى الرعاية من بعده تلميذه أرشلاوس، فاستطاع أريوس بخداعه أن يستميل برأس البابا أرشلاوس ويقنعه أنه قدم توبة حقيقية عن أفكاره.